السلام عليكم الأحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ورمضان مبارك. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة مطبخ حسناء. اليوم غنوجد معكم فطور ساهل اقتصادي. هنا عندي غنوجدو تحلية اللي تتجي خطيرة وزوينة، وغادي نوجد معكم خبيزات بالكفتة تيجيو رائعين وخفاف، وغنوجد معكم حسوة بالشعير والزرارع اللي تتكون صحية وحتى هي ساهلة دغيا تتوجد، وواحد العصير اللي منعش رائع اقتصادي. هنايا بلا ما نطول عليكم ندوزو باش نوجدو التحليه. هنايا عندي 3 الكيسان ديال الحليب، هنا درت الكاس ديال العنبه، يعني ديروا نصف لتر. هنا عندي فلون ديال الشوكولا غير هذاك الصغير، وعندي هنا كيس ديال الكاكاو المر. هنا تنزيد 3 المعالق ديال السكر، معلق كبار، وهنا تنزيد واحد المعلقه كبيره ديال النشا اللي تتكون عامره مزيان. كيف ما كتشوفوا كنخلط كلشي مزيان قبل ما نديرو فوق النار، وتنشعل النار وتنبقى نخلط، ما تنمشيش ونخليه نخلط حتى كيغلى الخليط. صدقوني هاد التحليه كتجي رائعه، كتجي زوينه وبنينه، ويعني بمكونات اللي اقتصاديين. هنايا ملي غلات تنزيد عليها واحد الياغورت اللي طبيعي بدون سكر. لما كانش عندكم تقدروا ديروا القشده الطريه. هنايا تنعمر الكويسات وغندخلهم للمجمد واحد نصف ساعه، وعاد اللي باش ندير التزيين. من بعد هنايا غادي ندوزو باش نوجدو العجين ديال الخبيزات. هنايا كناخذ قصريه كندير فيها 2 كيسان ديال الفينو وكاس واحد ديال الدقيق الابيض. هنايا كنغربلهم، كنزيد معلقه ديال الملح. هنا عبرت بالكاس ديال العنبه. هنايا كنزيد نصف ملعقه ديال الملح، ملعقه ديال السكر، معلقه غير صغيره كيف ما كتشوفوا، وملعقه ديال الخميره الفوريه. هنا كنجمع العجين بالماء اللي تيكون دافي. العجينه ما تجيناش قاصحه بزاف وما تجيش عاوتاني خفيفه بزاف، يعني كتكون رطبه زوينه. هنايا كنجمع العجين، كندلكو واحد 5 دقائق هكا، كندلكو شويه، كنبدا نزيد الماء وتندلك باش نحصلوا على واحد العجينه اللي رطبه وخفيفه. هاد الخبيزات راه كيجيو رطبين خفاف، ما كيجيوش مدقصين. هنايا صافي ساليت، غادي نغطيها بواحد المنديل ونخليها تخمر واحد نصف ساعه هكاك. غنمشيو نوجدو الحشوه. هنايا تناخذ مقله كندير فيها شويه ديال زيت المائده، ندير فيها بصله اللي تتكون غير صغيره، عندي هنايا بصله خضريه، واحد الفلفله خضراء اللي تتكون حتى هي صغيره. هنايا تنشحرهم، من بعد كنزيد عليهم الكفته. هنا تنزيد عليهم واحد حبه ديال الجزر اللي تنكون حكيتها في الحكاكه الرقيقه، وتنشحر كلشي مزيان. هنايا تنزيد التوابل، تنزيد هنا نصف ملعقه ديال الملح عفوا، نصف ملعقه ديال الفلفل الاسود، نصف ملعقه ديال الكركم، ونصف ملعقه ديال الفلفل الاحمر، وشويه ديال الهريسه. هنايا تنخلي كلشي كيتشحر مزيان. تنزيد شويه ديال القزبر معدنوس وصافي، وتنطفي على الخليط، وتنزيد واحد 2 قطع ديال الفرماج. ما تشداتش ليا البلاصه، ما تشداتش ليا في التصوير. هنايا تنرجع تندير التزيين ديال التحليه. هنا الفيديو سابقني وانا تابع كتجري.
هنايا درت هذه ماشي لا كريم شونتيي، هذه غير لا كريم باتيسيير. زدتها واحد معلقه ديال الكاكاو الحلو وضربتها مزيان بالباطور، تجي على هذا الشكل، تجي رائعه. وهنا درت شويه ديال الفيوتين صافي، صراحه تحليه خطيره، جربوها. هنايا تنمشي للعجين ديالي اللي خمر. هنايا تناخذ العجين ديالي كنقسمو، هنايا نقسمو على 8 القطع ولا 8 ديال الكويرات اللي تيكونوا متوسطين، ما صغار ما كبار، يعني قسموا على حسب الرغبه ديالكم. هنايا غادي تحاولوا انكم العجينه هي كتلصق شي شويه، ولكن حاولوا انكم تخدموها بلا ما ديروا الفينو ولا حتى شي حاجه، لحقاش ملي كيدخل فيها ديك الفينو كتولي مدقسه وكتولي العجينه قاصحه. هنايا حتى كنساليهم وكنقسمهم وكنقادهم عاد علي باش كندير الفينو، وكنقرصهم هكا شي شويه وكندير الحشوه الوسط. هنا تنجمع العجين من الجوانب بحال هكا كيف ما كتشوفوا، وتنقرص مزيان العجينه باش الحشوه ما تخرج، وتنرجع نصاوب واحده اخرى. تنبقى بحال هكا حتى كنكملهم كاملين. ملي كنكملهم كاملين كنبدا نقرصهم بحال هكا غير شويه، وتندير المقله ديالي كتسخن مزيان، كنأكد عليها خليو المقله تسخن مزيان، وكنديروا رشيشه ديال الزيت، وتنديروا الخبيزات ديالنا كيطيبوا. اللي تتبان لينا تنفخات واحد شويه تنقلبوها للجهه الاخرى، ما كتشوفوا تحمرات واحد شويه، غنعاودوا من بعد نعاودوا نقلبوها. صافي طابت. غادي ندير الاخرى، كنبقى بحال هكا حتى كنطيبهم كاملين. النار ما كتكونش مجهده، كتكون غير متوسطه. انا تنوجد الحسوه ديالي، تندير البلبوله اولا الشعير، كل واحد شنو كيقول لها، ولا الدشيشه. كنزيد عليها الماء مغليان، انا درت هنا 4 ديال المعالق كبار بومبي، وزدت عليها الماء طايب وخليتها حتى طابت، بقى لها غير واحد 5 دقائق هكاك اولا 4. وتنزيد عليها الزرارع. هنا درت زريعه الكتان، الحبه السوداء، النافع، وحبه حلاوه تيعطيو واحد المذاق رائع وصحيه هاد الحسوه هادي. ودرت حتى الملح ما قلتش لكم الملح حسب الذوق. هنا باش الفيديو باش يكون طويل بزاف ما درتش لكم المراحل كاملين. هنا الحسوه ديالي صافي وجدات، تندير هكا شويه ديال زيت الزيتون من الفوق، وتنرش عليها شويه ديال الزعتر مطحون. هاد الحسوه هذه صحيه 100%، جربوها صراحه كتجي زوينه ورائعه وسهله دغيا كتوجد، ما كتاخذش معنا بزاف ديال الوقت. هنا اخر حاجه نوجدها هي العصير. هنا عندي 3 الحبات ديال البرتقال، وحبه ديال التفاح، وحبه ديال الموز. هنايا كنعصر العصير ديال البرتقال. مهم بالنسبه للعصير خليوه هو اخر حاجه تصاوبوها، لان الا صاوبناه بكري وخليناه تيفقد المنافع ديالو كامله. مع واخا ان يعني صحيا انك تاخذ الفواكه هكاك طريه، ولكن هكا في رمضان تنبغيو عصير. الوليدات حتى هما يعني العصير كيجيهم ساهل وكيشربوه. هنايا تناخذ ديك اللب ديال البرتقال اللي تيبقى لي هنايا، كنحيد غير ديك العظم تنحيدو. وهنايا ناخذ كاس ديال
العصارة باش ندير فيها الفواكه ديالي. العصير صحي يعني ما فيه لا ما تنزيدو عليه لا سكر ولا حتى شي حاجه، يعني ديك البنانه غتعطينا ديك الحلاوه، فما كاينلاش نزيدو السكر. صراحه الوليدات اللي ما تياخذوش البنان وما تياخذوش التفاح فهاد العصير غادي يشربوه وهما ما عارفينش بلي راه فيه البنان وفيه التفاح، تيجي صراحه منعش وزوين. العصير ديالي وجد كما كتشوفوا، كيجي شاد في راسو، يعني ما كيجيش بحال الماء، صراحه تيجي رائع، جربوه. نتمنى ان الفيديو ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم، تشجعوني بتعليقكم واللايكات، وما تنسوش الاشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله.